انت قاعد هنا وفايتك مهرجان الفراوله اللي بيحصل في الاسماعيليه دلوقتي. فراوله ايه؟ هو مش الاسماعيليه يعني مانجا؟ لا الكلام ده في الصيف، انما الاسماعيليه في الشتاء يعني فراوله. ويا سلام بقى لو رحت المزرعه نفسها هيخلوك كمان تقطف الفراوله من الارض بنفسك. شوف لونها عامل ازاي، شكلها تحفه. استنى، انت هتاكل الفراوله كده حاف، غرقها كده في نافوره الشوكولاته دي. بص، شايف الحلاوه؟ شايف انت صينيه الفطير المشلتت اللي انا شايفه ده؟ خدها بالعشاء بقى. هو انت هتفضل مقضيها اكل ولا ايه؟ تعالى ما فسحك. طب استنى بقى لما اخد سبت الفراوله معايا لحسن اجوع في السكه. ده اجمد مكان في الاسماعيليه، القريه الاولمبيه. من هنا هتشوف أحلى منظر لقناة السويس لسببين. السبب الأولاني شكل المراكب وهي معدية في القناة كده حاجة تفرح القلب، والسبب التاني الساتر الترابي ده بقايا خط بارليف اللي البعد قال لك المصريين مش هيقدروا يعدوه، ولقونا بعد كده طربقناه فوق دماغهم. ده احنا لسه هنطربقها فوق دماغهم كمان وكمان ان شاء الله، بس انت قول يا رب. يا رب. وتعالى دلوقتي نشوف تمثال الخواجة ديليسيبس اللي كان مشرف على أعمال القناة، واللي موجود حاليا في متحف قناة السويس في الإسماعيلية، واللي فيه كمان قطع أثرية مش موجودة في أي حتة في العالم. واللي ورايا دي مدافع حربيه موجوده من ايام الدوله العثمانيه. حلو قوي. بس بقول لك ايه، هي الرحله دي ما فيهاش غدا ولا ايه؟ انت طول عمرك همك على بطنك كده، ده انت بقك ما اتقفلش من الصبح. بس عموما انا كنت عامل حسابي، ادي اكله سمك وجمبري هتخليك تنور في الضلمه. الحق، ده عندهم بيتزا بالفراوله. طبعا يا ابني، هو مش احنا في مهرجان الفراوله؟ طبيعي تلاقي افتكاسات. تصدق انا حبيت الاسماعيليه في الشتاء قوي.